تعالوا معايا هنا كده. هنعمل النهارده مع بعض وجبه جديده. الوجبه دي هنستخدم فيها زي ما انتم شايفين، دي فرخه متبله شوي، بتيجي كده جاهزه من السوبر ماركت. عندي هنا بهارات مشكله فراخ، عندي ملح، عندي بهارات ناشفه، عندي بصله، عندي مكسرات، عندي 4 معالق زبده، الباكت من ده بيعادل معلقه، عندي زيت زيتون. دي المكونات اللي انا هستخدمها في الكبسه بتاعتي. تعالوا معايا بقى شوفوا كده، حطيت 3 مكعبات زبده او 3 معالق زبده مع معلقه زيت زيتون. قطعت البصل. اول حاجه هنبدا نعملها، قطعنا البصل. اول حاجه بقى نحط المكسرات تتحمر. هنحمر كده في المكسرات شويه، بعدين اقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى ايه، بنحمر اهو في المكسرات، اتحمرت تحمير كويس يعني. هنبدا بقى كده في الوضع ده هننزل البصل وهنقلب فيه برده لغايه ما يبدا البصل يدبل معانا. قالوا بصوا كده معايا، انا حطيت هنا بقيه البهارات وحطيت نص معلقه ملح وهقلبهم كويس، وبعدين هغطيه بقى واسيبه يطرى. يطرى مش هو سخن، مع الغطا هيعرق، وبعد ما يعرق هيطرى، هيتنكه بقى بالبهارات والملح. كده معايا الفرخه خدت لون من الناحيه دي، قلبتها على الناحيه الثانيه تاخد لون، وبرده بعد كده هحط عليها ايه، الميه. تعالوا بصوا معايا، هبدا بقى ايه، انزل الميه، انزليها كده من الجنب، ما تحطهاش فوق الفرخه عشان البهارات اللي عليها تتبهر فيها اكتر اللي احنا حمرناه. ماشي، هزودها كمان نص كوبايه ميه وهغطيها وهسيبها ايه، تستوي على كده، ولما تستوي اوريها لكم. حطيت الفرخه وبدات الفرخه اهي تتحمر معايا، هسيبها بقى تتحمر على الناحيه دي وغطيها كده عشان الزيت ما يطرطش في كل حته، وبعدين تقلبيها على الناحيه الثانيه، يبقى هي كده اتحمرت معاكي. اقلبيها على ال4 جناب تبقى اتحمرت كده. انا اهو زودت الميه، هسيبها بقى تغلي وتستوي كده. انا غسلت الرز اهو نقعاه. الرز لازم يتنقع، الرز البسمتي اولا لما بيتنقع بتطلع الحبه بتاعته، بينزل كميه من النشويات اللي موجوده فيه، والحبه بتاعته بتكبر وبتنفش وبتبقى جميله جدا. دي حاجه. دي تاني حاجه، ولما النشويات بيديك الحبوب بتاعته، الحبه بتاعته بتبقى نسريه. نسريه دي بالسعودي، بالمصري يعني ايه، كل حبه بحبتها كده مفرفره. بس كده انا بقى ايه، هغطي على دي، هسيبها بقى كده خلاص تستوي بقى مع نفسها، ولما تستوي هوريها لكم. تعالوا بصوا بقى كده معايا، بسم الله ما شاء الله، الفرخه كده عندي استوت، قعدت عندي تلت ساعه، لان انتوا شايفينها صغيره على قد نفرين. هطلعها وابقى ايه، حمرها. تعالوا بصوا هنا بقى، هنبدا الرز ده عندي صفيته، الرز اهو عندي صفيته، هبدا بقى انزل الرز. كده دي كده الميه دي زياده. ازاي بقى تعرفوا الميه دي زياده ولا لا؟ اولا لازم الميه تكون فوق الرز بنص عقله. ثانيا لما تغلي الميه للناس، الميه لو غلت من الجنب تعرفوا ان هي ايه، كتير. لو غلت من النص تعرفوا ان هي مظبوطه. هي دلوقتي بدات تغلي من هنا وبتغلي من الجنب ومن الجنب ده، يبقى هي عايزه فعلا تتقلل شويه. هنبدا بقى ايه، نقللها شويه، نجيب ايه، مغرفه ونقلل منها شويه. طبعا اللي هيطلع ده شوربه، ممكن تعملي عليه ملوخيه.
تجيبي سلطانيه كده وتقللي فيها. لما تبدا الرز يغلي من كل ناحيه، كله كده، تعرفوا ان الميه بتاعته بقت مظبوطه. الحاجات دي، التركات دي هي اللي بتنجح معاكي الرز بتاعك. شايفين؟ هو كده فوقيه مظبوط وبدأ يغلي من كل ناحيه. الغليان بقى في كله اهو، وكل ما تزيد بقى ايه الغليان، يبدأ الغليان اهو في النص. الرز كده عندك مظبوط. هتوطي عليه بعد ما غلى وتغطيه وتسيبيه لغايه ما يتشرب. بعد ما يتشرب عبال الرز ما يستوي، حضرت عندي شويه خضار وهبدا اعمل طبق سلطه. ده قلب خصايه، طماطم كرز، قرن فلفل اصفر، وعندي خيارايه وطماطمايه. هعمل طبق سلطه جنب الرز. جهزت طبق السلطه بتاعي زي ما انتم شايفين. قطعت الخضار ومش هحط عليه ملح وفلفل الا قبل الغدا. ماشي، تعالوا بصوا معايا بقى. بعد 5 دقايق استوى اهو. هنبدأ بقى ننكبه او نغرفه بالمصري، ننكبه بالسعودي. هجيب كده الطبق اللي هحط فيه وهبدأ اغرفه. خطوة تمشوها معايا تطلعوا بنفس النتيجة. هنبدأ بقى نجيب اي حاجة ونزينه. اولا لازم هنا اللومي. انا هحط قرن الفلفل الاورانجي ده، ماشي، والطماطمات كده جنبيه. الكرز دي من مزرعتنا كده، تديله شكل ومنظر جميل. يلا تعالوا معايا كده شوفوا الشكل النهائي للاكله بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا وخطيره. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم بنفس التريكات وبنفس الحركات. وما تنسيش تسوقي الاكل بتاعك. انا حطيت كده عليه ليمون لان في ناس بتحب تعصر عليه ليمون وهي بتاكل الرز. جربوا الوجبة بتاعتنا وإن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. معايا في قناتي هعلم البنات الجديدة والناس الجديدة والأزواج الجديدة اللي لسه متجوزة إزاي تعمل أكل جميل، وبسم الله ما شاء الله يبقى جميل ورهيب. والناس اللي عايز تعمل مشروع من البيت تتابعني، هتلاقي عندي كل التركات والحركات بتاعت المطاعم. يلا بينا، يلا بينا، تعالوا معانا اتفضلوا.